أهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الروح. النهاردة هنتكلم عن موضوع بسيط في كلماته لكنه عميق في أثره، النية، وإزاي النية ممكن تغير يومك وتغير حياتك وحتى طاقتك. خلونا نبدأ الرحلة مع بعض. هو يعني إيه نية؟ النية مش مجرد فكرة عابرة، النية قوة داخلية بتوجه حياتك. هي اللحظة اللي بتقرر فيها أنا عايز أعيش إزاي، عايز أتعامل مع نفسي والناس حواليا إزاي. النية زي البوصلة، بتحدد الاتجاه حتى لو الطريق لسه مش واضح. مثال، زي إنك مثلا تبدأ يومك بنية السلام، ده بيغير طريقة ردة فعلك طول اليوم. طب إيه الفرق ما بين النية والرغبة؟ الرغبة شيء نفسي ممكن يتبدل بسرعة، أما النية طاقة أعمق متجذرة في قلبك وروحك. الرغبة ساعات بتكون سطحية، زي مثلا أنا عايز عربية جديدة، دي رغبة. لكن النية ممكن تكون أنا عايز أعيش ببساطة وراحة بال، دي نيتك، انت نيتك عايز تعيش كده. أما الرغبة بتتعلق بالنتيجة. النية بتبان في أبسط الحاجات اللي احنا بنعملها، زي نية إنك تسمع لحد من قلبك، نية إنك تغفر وتسيب اللي فات، أو نية إنك تدي من غير ما تستنى مقابل. كل فعل بيبدأ من نيتك، ولو نيتك صافية النتيجة مهما كانت هتخدمك انت. وعيك هو اللي بيخلي النية حقيقية. لما بتعمل حاجة من غير ما تكون واعي بتكون حركة آلية، لكن لما بتعمل نفس الحاجة بنية واضحة حتى أبسط الأفعال بتاخد معنى. زي مثلا شرب كوباية مية، لو شربتها بنية إنك بتعتني بجسمك هتحس بطاقة مختلفة. النية بتحدد شكل علاقتك بالآخرين. تدخل علاقة بنية التملك هتتعب، تدخل علاقة بنية المشاركة والدعم هتعيش أمان وسلام. النية في العلاقات بتبني جسور أو جدران. في مقولة إن النية الصافية بتجذب لك الظروف المناسبة، مش سحر، لكن لما بتكون نيتك واضحة بتبدأ تشوف فرص ما كنتش واخد بالك منها. عقلك الباطن بيتبرمج على الاتجاه اللي ناوي عليه. زي مثلا لو نيتك إنك تتعلم كل يوم هتلاقي نفسك بتلاحظ كتب ومقالات أو أشخاص بيساعدوك في ده. طب إزاي نجدد نيتنا بوضوح؟ اسأل نفسك، أنا بعمل الحاجة دي ليه؟ هدفي منها إيه؟ هل نيتي حاجة جاية من خوف ولا من حب؟ اكتب نيتك في ورقة حتى لو بكلمة واحدة. اعمل تمرين عملي، زي مثلا اقفل عينك وخد نفس عميق، فكر في يومك اللي جاي أو في هدفك القريب. اسأل نفسك أنا عايز أعيشه أو أوصله بأي نية. ممكن تكرر جملة كمان بسيطة، زي مثلا نيتي النهاردة السلام، نيتي النهاردة الحب، نيتي النهاردة التقبل. النية سر كل شيء، هي الشرارة الأولى اللي بتحدد اتجاه حياتك. ممكن ما يكونش عندك تحكم في الأحداث، لكن دايما عندك حرية تختار نيتك. خلي نيتك حب، سلام، رحمة، وهتشوف ازاي الكون كله هيبدأ يرد عليك بنفس الطاقة. وبكده تكون خلصت حلقتنا من مراية الروح. يا رب تكون لمست قلوبكم وسابت جواكم دفى بسيط وإيجابية، وما تنسوش تشاركوها مع اللي بتحبوهم. ومستنية رأيكم واقتراحاتكم للحلقة الجاية. لحد ما نتقابل تاني، خلي قلوبكم دافية وروحكم هادية. أشوفكم على خير.